السلام عليكم. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ الكورس بتاعنا فعليا. أول حاجة ده الديزاين اللي احنا هنشتغل عليه في السيشن ده. الديزاين ده أنا هسيب لكم الرابط بتاعه. تمام. أول حاجة أنا بدخل كده بشوف الحاجات اللي أنا محتاجها كصور أو حاجة أخدها أعمل لها داونلود. تمام. وليكن أنا عندي مثلا الصورة دي فأنا هاجي هنا على إكسبورت. تمام. وأحدد اللي أنا عايز الصورة ديت PNG وأعمل لها إكسبورت فتنزل عندي. تاني حاجة أنا عايز البوليجن اللي ورا ده، البوليجن أو الوول بوليجن اللي ورا ده. فأنا ككود صعب إن أنفذه أو مش صعب، هو هيكون نكتب كود ليه وإحنا عندنا صورة وممكن نديها زي ما إحنا عايزين، لأن الصورة ديت عبارة عن فيكتور ومش هتبكسل مننا ولا هتعمل أي حاجة. فإحنا هننزلها برضو كBNG الصورة اللي اسمها وول بوليجن. تمام. فإحنا هنعملها إكسبورت والبوليجن دي ونسيفها عندنا. طيب انا نزلتها عندي. تمام. هروح على الابلكيشن بتاعي بقى. هنا انا كريت نيو ابلكيشن عادي بسيط خالص. اول حاجه عملت فيه دايركتوري اسمه اسيت، وبعدين ضفت فيه دايركتوري تاني اسمه ايمج، وبعدين ضفت فيه الصورتين اللي انا نزلتهم. بعد كده رحت على الباب سبيك دوت يامل، عملت ان كومنت عن الاسيت دي وضفت فيها المسار بتاعت الايمج بتاعتي. تمام. دي معناها ان انا بقول له اكسس لي على كل الصور اللي عندي في الفولدر اللي اسمه ايمجز جوه الفولدر اللي اسمه اسيتس. تمام. بعد كده عملت باب جيت عادي. بعد ما عمل باب جيت عادي بقى هتروح على المين كده او على الليب في المكان اللي احنا نكتب كود. اول حاجه هعمل النيو دايركتوري. الدايركتوري الاولاني ده انا هسميه فيو، والفيو ده بيدل على اليو اي بتاعي اللي انا هعمله. جوه الفيو هعمل دايركتوري اسمه سكرين. تمام. وجوه الفيو برضو هعمل دايركتوري تاني اسمه وليكن ويدجت، لان انا هعمل فصل للكود بتاعي. هكتب كل ويدجت كده كاستمايز بحيث ان انا استخدمها اكتر من مكان، بحيث استخدمها في اكتر من مكان عندي في الكود. تمام. فالعمليه دي تسهل عليا الدنيا. اول حاجه انا هروح كده على السكرين وانشئ اول حاجه اول سكرين عندي نيو دارت فايل كده، واسميه مثلا اون بوردنج. تمام كده. وهنا اعمل stateless widget. تمام. واسميها برضو onboarding screen. تمام كده. بعد كده هضغط على الستلس دي والت انتر واعمل import الفلاتر ماتيريال بتاعتي. تمام كده. اول خطوه انا عملتها. بعد كده عندي زي ما احنا عارفين نعمل سكافولد عادي جدا. تمام. والسكافولد بتاعنا هيكون عباره عن كولوم. تمام. لانه بص الديزاين كده احنا دلوقتي كولوم في اول حاجه الصوره، ودي فوق، والصوره دي فوق البوليجن اللي عندي اللي ورا ده، وده كله في كولوم. فاحنا هنعمل اول حاجه كولوم بتاعنا عادي جدا خالص. تمام. والكولوم ده هيكون فيه ستاك جوه، وهيكون الستاك ده اول حاجه في الوول دي، وبعد كده فوقيها باستخدام البوزيشن اللي هنشوف دلوقتي في الكود نعمل الحته بتاعت نهندل الحته بتاعت الصوره التانيه دي. تمام. فاول حاجه عندي هنا هعمل انا البادي. تمام. وجوه البادي هعمل الكولوم عادي، وجوه البادي هعمل الكولوم عادي. تمام. بعد كده الكولوم بياخد مني تشيلدرن، وجوه التشيلدرن هبدأ اشتغل الكود بتاعي. وزي ما قلت جوه التشيلدرن ده هيكون في ستاك. تمام. الستاك ده برضه بياخد مني تشيلدرن. وفي التشيلدرن اول حاجه انا عايز اعمل كونتينر، والكونتينر ده اديله مساحه معينه احط فيها الايمج اللي عندي اللي اسمها وول بوليجن. فانا هعمل كونتينر عادي. تمام كده. وجوه الكونتينر ده هعمل بياخد طبعا الشايلد، والشايلد جواه الايمج، وانا عندي الايمج جوه الاسيت فهعمل دوت اسيت وابصيلها الريفرنس باس بتاعي. فهنا هاخد الباس بتاع الفور كونتنت روت ده واحطه هنا كده جوه دبل كوتيشن او سنجل كوت. تمام. بس كده. انا عايز اديها برضو تايب، عايز اخليها الفيت بتاعها ياخد بوكس فيت دوت فيل. تمام كده. وممكن برضو اديها ويدث وهايت. انا عايز اديها ويدث وهايت، ممكن اديها الويدث بتاعها وليكن 400، او لا انا عايز الويدث بتاعها يكون دبل دوت انفينيتي ياخد عرض الشاشه كله. فانا اقول لها دبل دوت انفينيتي. تمام كده. وجوه في الهايت بتاعها برضو عايز اديها 400 مثلا. الارقام دي انا مجربها قبل كده فمحدش يستغرب. انت المفروض تجرب الارقام مع نفسك وتشوف هي هتنفع معاك ولا لا. بعد كده في الكونتينر ده انا ممكن اراب الكولم بتاعي ده كده. ممكن نعمل الاول كده ران.
طيب هنا معترض على الاونبوردنج. انا الاول هعمل لها الت انتر كده عشان اعمل لها امبورت للصفحه بتاعتي في المين. بعد كده هعمل هوت ريستارت كده عادي او ران للابلكيشن بتاعي. بعد كده نشوف الابلكيشن هيحصل فيه ايه. تمام كده زي ما انا عايز بالظبط، بس تحس انه دي نازله شويه كده، فاحنا دي هنهندلها دلوقتي واحنا شغالين. الكولم بتاعي ده انا عايز اديله سايز بوكس كده، ممكن اربه بالسايز بوكس، والسايز بوكس ده عايز اديله الويدث والهايت كله. تمام، فانا عايز اقول له ويدث، اقول له دبل، تمام، دوت انفينيتي، وبرده اديله الهايت بتاعه، واقول له الهايت بياخد برده دبل دوت انفينيتي، وادوس كنترول اس كده. تمام كده ما حصلش اي تغيير، بس انا باكد بس انه انا عايز الكولم بتاعي ياخد كل الانفينيتي بتاع الشاشه، مش اكتر يعني. احنا ممكن نستغنى عن الخطوه دي، بس يفضل اننا احنا نعملها يعني. بعد الاسيت بقى ما ضفنا الاسيت جوه، بعد ما ضفنا الكونتينر ممكن نعمل كده كوما. وبعد كده عايز بوزيشن، فانا اقول له بوزيشن، تمام، وبياخد مني تشايلد. في التشايلد ده ممكن بياخد برضو صورة، فأنا عايز أجيب له الصورة التانية وأقول له image dot asset عادي خالص. تمام، بعد كده هروح أجيب برضو الريفرنس باس بتاعي وأحطه هنا كده كوبي. تمام كده. بعد كده برضو عايز أديها شوية بروبرتيز خاصة بيها زي البوكس فيت دوت فيل وكده، نفس الكلام اللي احنا اديناه فوق في الكونتينر. فأنا عايز أديها برضو الفيت بتاعها، أقول له بوكس فيت دوت فيل، بس كده. ممكن أديها برضو هايت، والهايت بتاعي ممكن اديله 270 وليكن يعني. تمام، زي ما قلت الاكواد دي انا مجربها قبل كده وعامل الابلكيشن قبل ما اعمل الكورس، فعشان كده الارقام بتاعتك انت ممكن تخمن فيها كتير قبل ما تجيبها على حسب انت شغال ازاي. فانا قدرني اجرب اكتر من هايت كده بالتخمين لحد ما جبت الهايت المناسب ليا. تمام، اعمل كنترول اس، ادي هو ظهر عندي بس ظهر في مكان تاني. فدي وظيفة بقى الستاك والبوزيشننج. فهي ممكن اديها مثلا من الليفت وليكن مثلا 90، وممكن برضو اديها من التوب مساحة وليكن 140. تمام كده، واعمل كده. تمام، ظبط الموضوع شوية. ممكن نقلل 90 دي نخليها مثلا 88، بس كده. اعتقد ده نفس الشكل بتاعنا اللي عندنا هنا بالظبط، هو نفس الشكل اللي احنا عايزينه بالملي. تمام كده، وحتى دي طلعت شويه فوق. فدي وظيفه بقى البوزيشننج، اديتها من الليفت من هنا 88، واديتها من التوب اللي هو هنا كده 140، والباقي المسافه بقى هي خدتها، يعني هي خدت باقي المسافه من هنا وخدت باقي المسافه من هنا ديفولت باي ديفولت يعني. تمام كده. كده انا خلصت اول جزئيه من الشاشه اللي هي جزئيه، واصعب جزئيه، جزئيه الستاك. تمام. تمام. جنب اللي تحت الستاك كده انا ممكن ادي سايز بوكس عادي. تمام، والسايز بوكس ده ممكن اديله هايت، والهايت دي ممكن اديله مثلا 42 بحيث انه ياخد مسافه 42 من بعد الستاك بتاعي اللي هو ده، عشان ابدا اكتب التكست بتاعي. تمام، التكست بتاعي بقى اول حاجه هعمل تكست. تمام، تكست عادي خالص، واكتب فيه التكست بتاعي الاولاني اللي هو create free notes مش عارف ايه، هنروح نجيبه من مكانه يعني ده كده. تمام، ممكن ننسخه زي ما هو كده ونحطه هنا كده كوبي. تمام كده بالظبط. بعد كده انا عايز اديها شويه بروبرتيز، زي اني عايز اخلي الستاك ده او التكست بتاعي ده في النص، فهديله تكست الاين، وفي التكست الاين هديله تكست برضو الاين، واقول له دوت سنتر. تمام، عشان اخليه متسنتر في النص. تمام، بعد كده ممكن اعمل ريفورمات للكود بتاعي، بس كده. بعد كده ممكن اديله ستايل واديله تكست ستايل عادي خالص. تمام، في التكست ستايل بتاعي ده انا ممكن اديله شويه، ممكن اديله كلر، والكلر بتاعي كلرز عادي دوت بلاك. تمام كده جدا. بعد كده ممكن اديله فونت سايز، والفونت سايز بتاعي ممكن اديله مثلا 20 او 22، ممكن اخليه 20 عادي. تمام، بعد كده كنترول اس كده اشوف الشكل تقريبا هو نفس الشكل بتاعي، بس البولد بتاعي عايز اديله بولد مثلا، فاقول له فونت ويت، واقول له الفونت ويت اخليه اقل من البولد شويه، وممكن اقول له فونت ويت دوت دبليو 600 وليكن. تمام كده. تمام بالظبط، هو نفس الشكل اللي عندي بالظبط. ايوه هو نفسه، بس لو تحس اللي تاني اقل شويه احنا ممكن نقلله كده. تمام كده، اعتقد كده كويس جدا. انا ممكن بقى اراب
التكست ده بسايز بوكس كده، واديله برضه هايت وويدث ثابتين. فانا ممكن اديله الهايت الويدث بتاعي واخليه مثلا ياخد 340، واديله برضه هايت واديله مثلا 70، واعمل كنترول اس. تمام كده، تمام جدا. بعد السايز بوكس ده انا محتاج اعمل سايز بوكس تاني للتكست التاني، فانا ممكن اخد السايز بوكس ده كده ككل. تمام، واجي تحت السايز بوكس ده اقول له كوبي كده، واروح هناك كده في الديزاين بتاعي اجيب بس التكست ده كده كوبي. تمام، بعد كده اجي احطه عندي هنا في التكست ده بدل التكست ده كده، اشيل ده واحط التاني. تمام، تمام جدا. بعد كده انا محتاج برضو نفس الحاجات دي، بس محتاج اظبط على الكلر، فهخليه زي ما هو بلاك، بس انا عايز اديله دوت ويز اوباسيتي، اخلي فيه شويه شفافيه بحيث انه يقلب على جري كده. تمام، فانا اقول له مثلا 6 من 10، والارقام دي انا اجربها يعني. تمام كده، هو عمل اوفر فلو هنا، فاحنا هنظبطها لان الفونت سايز بتاعنا مثلا انا عايزه 12، وعايز برضو مش عايز اخليه بولد، انا عايز اخليه وليكن مثلا 400 بس. تمام كده زي ما انا عايز، زي ما هي او قريبة منها، بس هي في النص شوية. ممكن انا اديها بادنج ولا حاجة، بس انا كده كده هسيبها كده شوية. انت ممكن بقى تعدل عليها، تدي مثلا هنا بعد الكلمة تقول له سلاش ان مثلا، وعلشان ينزل سطر جديد بعد الكلمة ممكن تظبطها براحتك، بس انا هسيبها كده دلوقتي. تمام كده. بعد كده السايز، بعد السايز بوكس اللي احنا عملناه كده، ممكن نيجي نعمل سايز بوكس تاني، وليكن مثلا كده سايز بوكس، وادي له هايت مثلا بسيط كده، وليكن يعني 4. بعد كده بره السايز بوكس ده هعمل elevated button، وفي elevated button ده بياخد on pressed. تمام، انونيمous فانكشن اسمها on pressed دي اللي بتنفذ الكود بتاعي. وبعد كده بياخد برضو child، والchild ده هيكون برضو عبارة عن تكست، التكست بتاعي. تمام، وفي التكست بتاعي بقى هعمل له التكست اللي انا عايزه، اسمه start get started. تمام كده. بعد كده انا ممكن برضو اديله شوية خصائص، يعني مثلا اديله ستايل كده، والتكست ستايل بتاعي، والتكست ستايل بتاعي فيه color، ممكن اديله الكالر بتاعي colors دوت وايت. تمام كده. بس كده اعتقد انا كده خلاص. بعد كده في الاليفيتد بوتوم نفسها انا ممكن اطلع كده في الاليفيتد، في حاجه في الاليفيتد اسمها ستايل عادي خالص زي الستايل اللي جوه التكست. ممكن في تاخد اليفيتد بوتوم دوت ستايل فروم. تمام كده. وجوه الستايل فروم دي انا بديها باك جراوند كلر، والباك جراوند كلر بيكون colors، او ممكن اديها كلر عادي كده، والكلر ده بياخد 0x 4 اف كده. تمام. بعد كده ممكن اديله 38 38، ده اللون ده انا جايبه من الديزاين، يعني انت لو رحت وقفت كده على اللون ده كده هتلاقيه نفس الاف اف 8 83 8 8 83 83. هتلاقي الديزاين بتاعي او الكالر بتاعي الاساسي البرايمري كالر بتاع الابلكيشن هو اف اف 83 83، هو المستخدم هنا، هو المستخدم هنا، فهو ده الكالر او البرايمري كالر بتاعي. تمام. بعد كده لما ضفت الكالر بتاعي هعمل كنترول اس كده. تمام، عمل كنترول اس، وبعد كده اضاف لي الجيت ستارتد بتاعتي كده زي الابلكيشن زي ما انا عايز بالظبط، واليو اي بتاعي مظبوط 100% بيرفكت. تاني حاجة بقى عايز اعملها هو انا نافيجيت مثلا على السكرين اللي بعد كده، فانا عايز انافيجيت من السكرين اللي اسمها اونبوردنج ديت على. تمام، انا كده بقى عايز انافيجيت على السكرين اللي اسمها هوم سكرين، فانا هروح على الفولدر او الدايركتوري اللي اسمه سكرين، هعمل نيو فايل دارت كده واسميه هوم سكرين عادي. عايز اعملها ستيتلس ويدجت كده عادي. تمام، وبعد كده اديها اقول له هوم سكرين. تمام كده، واعمل الت انتر هنا كده، واضيف الامبورت ماتيريال فلاتر بتاعتي. بعد كده ممكن اديها هنا سكافولد كده بحيث انه يظهر عندي الشاشه مؤقتا يعني. بعد كده اقول له نافيجيتور دوت بوش ريبليسمنت. في الريبليسمنت بياخد مني كونتكست، وبياخد الماتيريال بيج راوت بتاعتي، فانا بقول له ماتيريال بيج راوت. في البيلدر بياخد مني كونتكست عادي برضو. وبعد كده بياخد مني ارو كده فانكشن. بعد كده بياخد ارو فانكشن، واقول له السكرين اللي انا عايزه يروح فيها، فاقول له هوم سكرين، واقول له انتر كده. بعد كده اضيف السيمي كولون
بس هنا في الآخر، وأعمل بقى ريفورمات للكود بتاعي عشان بس يشكل كده. أعمل بقى هوت ريستارت كنترول اس، بعد كده أدوس على الزرار فأنا وداني لصفحة جديدة. بس كده ده اللي أنا كنت عايز أعمله في الفيديو ده. أول فيديو معانا إن شاء الله يكون بسيط في اليو أي بتاعه. خلصنا الأونبوردنج سكرين، إن شاء الله السيشن جاي نشرح أو نعمل هوم سكرين مع بعض. أتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.